مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست بالواضح. حلقة اليوم بلا عنوان لأنه ضيفي بقيمته الفنية وتاريخه الفني هو العنوان. ضيفي الحلقة اليوم هو الفنان الكبير ابن المدرسة الصوفية عامل هادي دنيا. مرحبا بك عامل هادي وشرفتنا بحضورك. عايش بارك الله فيك. عامل هادي، بعيد عن الفن والشهرة والأضواء والجمهور، شكون بابا الهادي؟ الهادي الدنيا هو الساعة باش نبداو في كلمة الهادي الدنيا. هو اسم الدنيا نتاع خويا هذا الكبير، خويا هذا الحاج، فهمتي، من عمل القدماء، فهمتي، من كان متصوف وهو اللي عيطوا له الدنيا على خاطر يعرف الدنيا الكل. كان قبل يقولوا كي يبدا واحد يعرف يقولوا تونس غزان، وكل البشر مثلا كما يقولوا المغارفة نتاعها، كما يقولوا المغارفة كان معروف برشا، فهمتي معناها. هو كان عيطوا له الدنيا، وانا هذا يقولوا فلان خو الدنيا، يقول الدنيا كذا، حتى لصقت في انا وليت انا لهذه الدنيا، لهذه الدنيا، فهمتي معناها. البحر هذا نتاع الصوفي، انا بطبيعتي كنت نخدم، فهمتي، موظف في شركة، والغرام هذا نتاع الصوفي ملي انا صغير. خويا هذا الحاج كان متسوف، نمشي معاه باش ما نعملش، نمشي لهكا ولا لهكا، فهمت صغير، يهزني معاه عمري 11 12 سنة 13 سنة، نمشي للزوي، سيدي على الحطاب، سيدي بن حسن، سيدي الحارس، سيدي بن عيسى، سيدي عبد القادر، فهمتي معناها. نبداو كان العباد في الوقت هذاك. علاش يقول لك طرق الصوفية؟ شنو الطرق؟ الطريقة اللي كان يتعبد بها الولي الصالح هذيك، فهمتي، كل واحد عنده طريقة. سيدي بن حسن عنده طريقة، سيدي عبد القادر عنده طريقة، سيدي بن عيسى عنده طريقة، سيدي بو علي عنده طريقة، فهمتي معناها. يقول لك الطرق الصوفية، نمشي معاه يقع العمل، يقول لك العمل اللي كان يعمل فيه هو. من بعد تقع حضرة، أنا صغير نبدأ نسمع العباد كانت تقول مع بعضها، تلقاهم مثلا 10 15 واحد ناس يقولوا في نوبة مدحة مثلا، الأصوات اللي تلعب، فهمتي، وأنا صغير بدأ بشوية بشوية يهز فيا الوجد، بديت نتغرمه، وليت كبرت نحب نحفظ، نحب نعرف، فهمتي، من بشوية بشوية حفظت، فهمتني. وصلت عمري تقريبا في 17 18 سنة، فهمتي، يعني في حومتنا. أنا مسقط راسي حومتي، شريت باب جديد، فهمتي، أنا ذا الشيخ الطاهر فرقة نتاع سلامية، بديت، فهمتي، منه بشوي بشوي وباقي نحفظ. وكانت فاك الوقت هذاك الحكاية نتاع المزود، الناس في المزاود، فهمتني، يقولوهم النوب هذوم المدحات، فهمتني. ما كانش كلام مثلا كيما يقولوا أغاني كيما توا، فما بعض أغنيات نتاع تفليك، فهمتي، معناها نتاع شو تغرمت بك الواحد هذاك، وقعدت نحفظ، وليت ملم بالحكايه هذيك نتاع النوب هذوكم والمدح على ولاية الله بصفه عامه، فهمتي، معناها كيما نقول. شنو حسيت أول مرة وانتي صغير كي هكا سمعت المدح؟ حسيت المرة الأولى، المرة أول الثانية، مرة المرة الثالثة، الرابعة، والشيء عمال يدخل في بدني، فهمتي معناها، وليت نحس به، نحس شيء يمس. أنا ساعة ساعة نبدأ في بعض النوب، أقول لك نوبة هي، فهمتي معناها، مدحات مثلا أنت ولا لا، نبدأ نقول فيها نحس بدني، فهمتي معناها، يتقشعر. يتقشعر، على خاطر ريت هذوما الحاجات هذوما يتخالوا بالروح، مش كيما واحد يغني أغنية عادية، مغني يغني في أغنية، أما هذوما يتخالوا بالروح، إلا ما تقولهاش مثلا بإحساس وبروح.
لا تمسك انت وما تمسش حتى المتسنت. صحيح. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. سي الفاضل الجزيري مرة نحكيه على نوبة وقتها هي متاع أم الزين الجمالية. قلت له يا سي الفاضل هذه فهمت معناها هكا وهكا فهمت. قلت له فيها ارتجال معناها ارتجال كما مثلا العربي نقولوا احنا. قال لي كيفاش هذايا هو عنده كلام فهمت الله يرحمه. الله يرحمه. فهمت. قلت له هذايا سي الفاضل يقول العربي يقول واحد يكلم في الولية الصالحة يقول لها يا ليلتي يا ليلتي شرع الباب ونحي العدو من أعراضي نوشوا ما بين الأكتاف بنبلة وحربة والسيف ماضي ليلتي يا بنت الأجواد طاعوك السلاطين والقواذي. عاد وقت اللي قلتها في المقام هذا نتاع محاير شيكا قال لي الله الله عليك يا سي الهادي شبيك. قال لي شبيك وقت اللي تبدأ تقول في حاجة تبدأ تتقهر ياسر وقريب تبكي. قلت له يا سي الفاضل أنا في شكون خاطب فك الولية الصالحة ولا في الولي الصالح مصيفت له هو متقرب للمولى سبحانه وتعالى نشكيله بين لغة باش نكلمه بلطف بحن برقة فهمت يا بابا يا سيدي يا كذا باش هو قل له يا ربي بالله المخلوق كذا فهمت معناه بصفة له متقرب خذ بخاطره فهمت معناه. تمن بالولية. تمن بالولية. شنو الأمان بربي مش بالولية الأمان بالله. أما هم هذوما ولا الله الصالحين خدموا على أرواحهم. فمش هي الخدمة اللي يخدموا حياتهم لله في سبيل الله باش يتقربوا للمولى سبحانه وتعالى. هما شكون يعتبر لي زيارة الولية شرك بالله؟ لا شرك متفاهمين. أما احنا كي نمشيو مثلا كي نقولوا للواحد الطريقة اللي كانوا شادينا كالطريقة نتاعهم مثلا توجيه مثلا كما نقولوا في يقول لك حزب التوسل في سليب الأحسن يقول لك وسيلتنا إلى الله يوم العرض على الله يا سعادة من يقول لا إله إلا الله يا سعادة من يقول محمد رسول الله. معنى الشيء هذا ما فهمت من الناس تخدم في انت عشت وتربيت في الرباط كما قلت يعني وفي الحوم العربي كيفاش كان صغرك غاديكا؟ يا بنتي العيشة في الحوم العربي والناس كيف كانت تعيش الاحترام والقدر. انا نقول لك فهمت معناها بعض في الحوم وفي الزنق نتاعنا وفي الديار البيبان تبات محلوله ما فماش بلوكيسات ما فماش فهمت كانت قبل باب اللوح بالسكارة سكارة تتهز سكارة عربي تهز سكر باب ما نسكرش واحد يجي في الوقت الفلاني وهذا بيت محلول ما فماش ناس. والحشمة والجعرة والقدر والاحترام. توا كيما كنت نحكي توا قلت له انا واحد من الناس اعوذ بالله ما قلت انا فهمت معناها كيما نقول اول سيجار وحطيته في فمي اول سيجار عمري في 21 ومش في حومتنا مش في ربطنا على خاطر الربط فما بعد قهاوي فما بعد بلاش يقعدوا فيهم الكبارات نتاع الحومه الحشمه والجعره كانت موجوده. شنو توا واحد فهمت معناه يسكن في بلاز ولا واحد ما يصبحش على ساعه ما يقول له صباح الخير ولا مسيك بالخير ولا شنو اللي يتبدل يعني من الوقت ذاك الوقت توا حتى في تربية صغار شنو اللي يتبدل؟ كل شيء يتبدل. كانت قبل في مثلا أمي أنا ومماتي ولا ما الكبارات متاع كانت قبل فهمت كيما نقولوا المرأة في الدار هي المدرسة الأولانية متاع التربية. المدرسة الأولانية متاع الصغير هي الأم.
ما تعملش هذيك، ما تعملش هذيك، مش هذيك، ما تعملش هذيك، أبوك ما يحبش، خاف من ربي، ربي ما يحبش هذيك، ربي ما يعلموه الساعة الخوف من ربي. يوصل عمر 3 سنين واحد يدخل الكتاب يحكموه، فهمتي من توا. واللي بيه الفايدة، اللي بيه الفايدة الزدر الحنين، يقول لك الزدر الحنين، الناس اللي كانت تترضع لمات والواحد ترضع من زدوراتها، هذاك فيه حاجة كبيرة برشا برشا برشا، يكون الحن ويكون الحشمة ويكون الجارة ويكون صلة الرحم، فهمتي، بين العائلات تتفقد. كانت قبل مثلا العيد الصغير، نهار العيد يجي البو يهز اولاده ويمشي لدار بوه، يمشي لدار عمه، يمشي لدار غاده، تلقاه هز الحلوب، فهمتي، يدور من يمشي ويعيد ويوصلوا، فهمتي. توا وين ولات بالمساجات، توا جيت هز. واحد مرة نسيكونس، المرة الأخرى واحدة تكلم في ولده، قالت له يا وليدي نمشيش كي نكبر حطني في دار العجز. قال لها يا امي باش نحطك كما خير، فهمتي، نرتاح. قالت له علاش انا عمك؟ قالت له انا بعد، انا من اللي انا صغير، من اللي عمري 3 سنين وانت تحط فيا في الروضه من الصباح لليل، تجي تروح بيا، فهمتي، لا شبعت بيك ولا شبعت بيا، لا ربيت. الشيء الحشمه والجاره والاحترام، فهمتي معناها. بعد كافيتيريا من نسكن انا، فهمتي معناها، نصلي مثلا من ظهر كما تاريك بنات صغار 15 سنة 16 سنة، سواقر وحراه وقراه، فهمت وين صحيح. فاكر مرة فهمت أنا حتى باش ندخل حكاية في حكاية، باش زيد على الحطاب قاعدين، خاطر هو سيد على الحطاب 14 جمعة كما سيدي بالأحسن، يبدأ من ديسمبر حتى الماي، في جانفي هو يبدأ آخر ديسمبر ولا ديبي جانفي حتى الماي. في يوفي وهذوكم يبدأ سيدي على الحطاب يوفي في من جمعة الختم، الجمعة الأخرانية اللي الخميس اللي بعده باش يبدأ سيدي بالأحسن. قاعدين ذي عام 83 ولا 84، قاعدين زوز من الناس كبار أعمارهم كما ذي عم إبراهيم عليه رحمة الله على جميع المسلمين، عمره 95 سنة، والآخر في التسعينات زاد. قالوا الآخر أنا قاعد هكا من بعيد، قالوا اللطف، قالوا ربي يلطف بينا، قالوا الحياة انعدمت وقلة الحياة نشرت. قالوا الآخر إيه كما قال سيدي عمر عبادة، هذا ولي صالح في القروان، معناه وقتها عنده متوفي 735 سنة. ايش يقول سيدي عمر عبادة؟ هذا ديما نتفكر وتو قاعد نشوف فيه توا في الدنيا. ايش يقول سيدي عمر عبادة؟ يبدا ماشي زاهد هكا، الزهاد يشير بيده هكا الخدام، يقول جاي الزمان المعكوس اللي فيه البعابس تولي روس، تولي فيه النعجة تهود على البركوس والمعزة تنقز على عتروس، اهبط يا راس اطلع يا بعبوس. توا هذا الشيء اللي قاعد نشوفه فيه الكل، فهمت من لا جار يصبح على جاره، لا جار يتفقد جاره شنو اموره، فهمت من شنو كذا. ناس عايشه ما قال الله في زرع الله، والكل الناس ولات العباده نتاعهم يبدا واحد ما يسواش حتى لا اصل ولا مفصل ولا ناس كانت تمشي بالاصاله، اللي اقول لك اللي اصله طيب ياتي بالمعروف، الأصل يغلب. توا لا أصل ولا مفصل، ما يعرفوش منين، من عنده الفلوس يولي بيعمدوا يقولوا له سي فلان سي فلان، فهمت منين؟ إلا ما رحم ربي.
ربي إن شاء الله يرحلنا بعفو ورضاه إن شاء الله، وربي يصلح حالنا إن شاء الله، إن شاء الله. إن شاء الله. باهي، أول مرة كي سمعت فيها المدح ومشيت هكا للزيارة وكذا، كنت وقتها تتصور روحك في المستقبل باش تولي فنانة؟ خاطر أنتِ في الصغر، أنتِ من الصغرى بتجي، لا لا الغرام جا من الصغرى والّا؟ لا الغرام هذا من التصنيت والواحد بشوية بشوية فهمتي. ما حتى كيف دخلت الفرقة نتاع سلامية عديت فيها مدة يامات ومن بعد وبوتيت وقتها فما هذا الله يرحمه عم عزيز في عومتنا. ما قلت لك المزاودية كانوا ياخذ، وانت تعرف الحوم العربي شوي باه، كان شيرة باب نارة فما سوق سراجين. كان فما واحد هذا عم محمد بن حليمة، زوز من الناس هم من القروات يجيو يسكنوا شيرة السابخة متاع الملاسين فهمتي. من هنا يجيو يبدأوا لابسين قشاشب، كانت الدنيا شتاء قشاشب، إلا كانت الدنيا صيف بليس. يبدأ الآخر حتى المزود تحت القشابية والآخر حتى البندير تحت القشابية، ويجيو فم السراجين. كانت فهمتي بلاصة يجيب جرايد يحطوا يسخن البندير، يسخن البندير ويبدأوا من فم السراجين. كانوا السراجين أحوام يخدموا السروجات متاع كانت أعمار آخر فهمتي معناها في يبدأ باش يبدأ زاد النبي وفرحنا به، يبدأ كان بعد يبدأ نوبة سيدي علي العاصي، نوبة سيدي عبد القادر، نوبة السيدة المنوبية، نوبة كذا. يبدأ يمشي وفهمت ما تبدأ العباد يخرج من الحانوت يطيش له مثلا 20 فرنك، الاخر يطيش 50، الاخر ويمشي ويشقوا الثنية هذيك الكل سراجين ويتعدى على سوق البلغجية وسوق العطارين فهمتي معناها. كان معه ويمشي حتى سوق القرانة حتى يخرج سيدي محرز ويخرج من الحلفاويين ويخرج من سيدي عبد السلام يلموا دزع باهية سيدي عبد السلام فهمتي معناها ياخذ التاكسي ويروح حبيب الناس. معناها يقولوا هالنوب هذوما. كان لي عند عم عزيز رجل فهمتي معناها كي شافني ملم يقول لي جا معايا في سهري نحلوا معناها النص ساعة الأولانية بنويبات من هنا. أنا خاف من خويا فهمتي من وقتها قديش عمرك؟ وقتها في العشرينات. نخاف منه حتى كي يسمع بيا مرة فهمتي معناها قال لي شنو وليت باش تولي تطلب؟ قلت له شنو نطلب أنا؟ قال لي ها يدوروا فهمتي معناها يغنغنوا فهمتي من هنا في عاد باش يقول يا كريم تاع الله يبلبلوا بالمزود فهمتي هذا باش يعطيه فهمتي معناها حاجة. خو كان معارض يعني دخولك للفن؟ أي فما واحد باش ندخلوا في بحر آخر، واحد رجل كبير في الثمانينات هذي عام 82 وقت جانا سيدي رمضان سخون برشا وصلوا فطروا العباد في القروان وصلت 53 في الظل فهمت. عاد احنا في شيرتنا هذه شيرة باب جديد وعنا مرة كانت كوشة ياخذوا لك كوشة الحشاشي يعمل خبز سميد وفارينة فهم. نروح من الخدمة أنا بالشركة نروح نرقد كانت سونسيني كانت 3 أشهر من لو كان جوان حتى لو كان سبتمبر. نروح من الخدمة من جون جوريس دخلت للدار فهمت مع مالي ساعتين ندوش فهمت من هنا نرقد نهبط المغرب 8 غير 4 ولا غير 4 نهبط مع 7 غير 4 الباب جديد نبعث واحد يجيب لي الخبز. أنا قاعد وفما واحد رجل كبير كان برانسي بعويناته يستنى في ولد ولا ولد بنته باش يجي يروح بيه. اسمع هذه طرفة حلوة فهمت. عاد واحد يتعدى ويجيو يشريوا الخبز يجيو من رادس يجيو من مقرين يجيو باش يشريوا الخبز هذاك ياخذ واحد يعيط لي مسيك يا هادي يا فلان واحد قال كلمة الدنيا
يا أخي اللي بحذاه هذا عبد اللطيف خزر له هو هذا عام سليمان، قالوا شكون الدنيا هذا فهمتني يخزر له يا عبد اللطيف، قالوا هذا أخوهم الصغير فهمت معناها. يا أخي جاني قال لي يجا هو الراجل ما يعرفكش ويعرف بوك ويعرف الواحد فهمتني. جيت سلمت عليه، قال ولد عمسته هذا، قال لي جيت سلمت عليه، هو يتكلم صوته جوي لك شوية، هو شير تربة البي معناها في قلب المدينة. سلمت عليه قال لي قل لي أخي تتغني على المزود؟ قلت له لا يا عم سليمان راني أنا هكا شوية تعرفني في السوفي. قال لي لا المرة الأخرى في زنقتنا وفما مزود. قال له هذه هذه الدنيا فهمتي. قلت له لا راه استدعاني خليت بخاطرهم جيت قاعد. قال لي كان جابوك حي راه قتلك. قلت له علاش؟ قال لي على خاطر احنا كنا قبل معركة بين الزداخ متاع العروس يعمل عشاء ويعمل سهرية، سهرياتنا بالمجرد والملوف، المجرد بالكف فهمت معناها فهمت. قال لي احنا قاعدين وعم مصطفى قاعدة كيف فهمتي، خاطر كانت العباد تعرس في الخريف ولا في الربيع، في الصيف ما يعرسوش. قال احنا قاعدين هكا ودخل واحد قال السلام عليكم، اللغة متاع هكاك خالي خزر عمل يخزر له هكا تعدى بعدهم السلام عليكم. يا أخي قال لي عمس عيط لدي الشادلي أخو العروس، يا شادلي إجا جاه. قالوا هذا اللي دخلوا شكون هما؟ خاطر العباد بالعربي عندي من هنا باش يلبس لك واحد كان الزوفري، يقولوا الزوفري، هي كلمة الزوفري مجبودة من الزوفرية معناها كان اللي ما هوش صاحب صنعة، ما هوش برانسي، ما هوش شواشي، ما هوش تارزي، ما هوش معناها ما هوش صاحب صنعة، الكل خدام الأحزام يتصنع. قال يا عم بس باش نعملوا شيء مزود فهمني. مزود جبد برنوسة حتى هكا فهمت يعني وش أخا خزر لي واحد يا عم نصها مش باش تصند شوية مزودة. قال لي هكا تأبس عليها. قال له اسمع يا ولدي، كان الفن يخرج من القرب يكونوا المتصنتين بهايب فهمني. ما عمل لك كيف من روعة خاطر أول بزود بعد بشوي بشوي معناه متسمي على فئة معينة. علاش في تونس قبل البلدية والناس يقولوا المزود متاع الزوافرية مش متاع ناس عن فئة معينة. شكون الفئة معينة؟ خدام البرد، خدام المرشيه، خدام الباتوار، خدام الأحزام، هذوك اللي يعملوا سهرية متاع مسود وفيهم الشراب وفيهم مشاكل. للدرجة هذه يعني كان عيب وقت المزود؟ للدرجة هذه كان عيب المزود؟ هي وقتاش بدا هي توجهت الله يرحمه، نرجع للرحمة سي الفاضل الجزيري في التسعينات بداية من اللي تعاملت النوبة. تونس عارفها أنا هي تونس أخدي كانت تونس علاش بور دو فرانس عزيزك ولا مماتك ولا يسميه كانوا يقولوا عزيزي أنا وفاميلتي أنا وبابا أنا ولا كانوا يقولوا باب بحر. بور دو فرانس دي تو بور دو فرانس كان البحر حتى الغادي قبل ما تدخل فرنسا لتونس يسمي لك تونس يقول لك المدينة والربطين، المدينة والربط هذا والربط داخل. وإذا كانت الأسوار دايرة من باب سعدون وأنت ماشي حتى توصل باب العلوج فهمتي معناها توصل باب سيدي عبد الله وين دار الحزب توا وبعد باب سيدي قاسم بعد باب الجرجاني وتدور وترجع فهمتي معناها الباب عليوة وباب الزهيرة وباب فهمتي. كانت الناس شهر الآخر عيشها
أنا خير وقت قبل ولا توا بالنسبة ليك أنت؟ بالنسبة لي أنا تعرف تونس وقت اللي استقلت تونس بعد جات عباد باش تسير السفينة، جات عباد عندها في روسها عندما وصل الستينات كل شيء اللي يدخل لتونس بالدفيز ما يدخلش. علاش؟ باش البلاد تعمل ركبة، باش البلاد تعمل راس مال. ما نتقولكش الحكاية البنان قعد يمكن تقريبا يجي 4 سنين ولا 5 سنين ما يدخلش لتونس، من عام 63 ولا 60 حتى يمكن 67 ولا 68. ومن بعد دخل البنان ودخل التفاح الانواع من تركيا ودخلت بعد بدات البلاد بدات تعمل وصل الدينار متاعنا اغلى من فرنسيت. انا في الثمانينات نصرف 100 فرنسيس ب 82 و500 وانسى. مشيت المركبة فهمتي معناها حتى بعد الجنس هذا خلطت على التسعينات عاد انت نظر أكبر من نظر ليه ما فهمتنيش. حتى عمرك مثلا كيما نقولوا حكاية متاع 7 سنين 8 سنين ولا 5 سنين تشوف ولا ما زلت ماكش موجودة وقت موجودة ومش موجودة موجودة ومش موجودة. احكي لي على فترة التسعينات وحنين التسعينات. فترة التسعينات عاد ما جات وقتها فهمت يعني وتعملت النوبة قبل وتات الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين سي الفاضل الجزيري وقتها في سيدي بوسعيد عنده دار نسابه وهادي في سيدي بوسعيد يمكن يا 89 90 هكا الخرجة نتاع سيدي بوسعيد كانت الخرجة نتاع زيد فايت تلقى بالخيالة فهمت معناها وسناجة قدام فما جو نعمل فيه رئيس الأبحار وقتها عجبته شيخ عليها. بعدها بمدة كي جا يعمل في النوبة في التسعينات عام 91 تعملت النوبة ولكن قعدوا يبرفوا عليها تقريبا يجي 7 أشهر ولا كجيش عرمر مذوكم الطبالة والزكارة شستوهم باش يوليو يمشيو قد يحب له برايف فهمتي معناها كيما استدعاني باش نعمل قلت له انا سامحني سي الفاضل راني ما نجمش وقتها في الخدمة في الشركة كنت نخدم فهمتي معناها ممنوع في الستاتيو نتاعنا تولي حكاية نتاع دوبل فانكسيون تعدت مشيت النوبة فهمتي معناها وانا حضرت فيها تفرجت وحضرت في البرايف ما شاركتش يعني ما رفضت رفضت باش انك تشارك. ايه ما نجمش ممنوع علي خدمتي نضيع مستقبلي نضيع 30 سنة حاسيلو وليت بعد مدة كامل بعدها بعام عمل برنامج متاع الحضرة بعث لي باش نشارك في الحضرة هما ما قاليش باش نشارك في الحضرة بعث لي معنا مع واحد هذا جلال الله يرحمه قال لي راه سي الفاضل حاجته بيك قلت له باهي تو نجي ولكن قلت انا باش اعاود لك الحكاية ذيك انت فهمت من حكينا فيها انا ما اما هي بعد تحلت العقدة في 19 اكتوبر في اليوم الثقافي في 91 عمل الله يرحمه الله يرحمه زين خطاب في اليوم الثقافي
قال يحكي عن ثقافة وثقافة ما ذيك الماندة الأولانية من 87 ل 91. قال كما يحكي عن الثقافة راح نشجع وندعم وفهمتي معناها فهمت. ودليل على هذا برشا شيء ما كانش يتعدى في التلفزة ولا يتعدى قبل المزاود وتبابل وزكاكر ما يتعدوش في التلفزة. بورقيبة كان منعهم التلفزة. اي ما كان قفلة تصير تتعدى في الراديو نهار الجمعة كل نهار الجمعة. قال أو كان معناها الدليل على هذا قال كان فما ناس عندها من زبوننا بالثقافة والقانون الأساسي بتاع مؤسساتهم ولا بتاع وزاراتهم ما يسمح لهمش مادامهم في المستوى نعطيهم الضوء الأخضر هكا باللفظ هذا معناه ينجم. أنا ما ريتوش ما نتفرجش أنا في الأخبار والحكايات حكاولي عاود بعث لي مرة أخرى قلت له باهي نجي ما مشيتش عاود بعث مرة أخرى نهار أنا متعدي ببلاقواس عندي فيسبر فهمت أنا ذا جلال قال لي عم لادي والله يزاد بعثني مرة أخرى ومش جاي. قال لي بدينا نبرفوا مدرسة بير الأحجار في ناجي الباشا قال لي قريبة هنا فهمتي من قلت له تو نجي مشيت قضيتي ببلاقواس ومشيت. دخلت نلقاها مدرسة بير الأحجار فهمت ماني كبيرة ونلقاها أنا دخلت وما قالوا له هاو جاه مع سيزم الهاجر يوقف البروفة وسلم عليه عنده لغة فهمت من متاع عليه سي هادي شيحت لي ريقي هكا قلت له يا سي الفاضل قال لي ليه راه يتحلت له عقدة مشى عنده كرتابة ولا سيرفيات ولا بها جاب لي النص قال لي خرجت في الرايد الرسمي فهمني تعرفي طبعا جاب لي كرسي قال لي توا تسلاني البيجي مشي قاعدين هكا القاعدة ما تجيش عاد تجي تقعد قدام قلت له لا ما تجيش عيب سي القاعدة نقعد على جنب من هنا يا أخي صار لي الله يرحمه عز الدين بن محمود ولا يا محمد بجماعة قالوا لي لا ما يسالش هادي يقعد فهم قعد الضرابة 36 ولا 37 ضرب بكلي في الصميم بديت نعمل في رأس الأبحاث أنا في الشطر متاعها فهمت معناه قريب باش نكمل على خاطر فما رأس الأبحاث متاعنا متاع المسلمين الليميت متاعها تخدم في حاجة وفما رئيس الأبحار يخدموها اليهود كانت هنا في تونس عندهم نوب يتخمروا عليهم رئيس الأبحار ومزينة الجمالية سيدي محرز سيدي على الحطام فهمتي معناها نوب هذيك بابا الشريف علاجي ما كانتش موجودة أنا وقت اللي سخنت هزني الوجد وتغرمت فهمتي معناها في وسط الواحد هما يمشي الواحد أنا إيه أنا بحري ما نحب إلا البحري عملت يدي هكا باش يرجعوا لي زان بحري يغري يا إلهي شد عليا أنا بحري ما نحب إلا العوامة بحري يغري يا إلهي كون معاد بابا الشريف علاجي بابا فهمتني غالبا يعني يقولون هي اللي يقولوها لي بابا الشريف والعربية بابا الشريف علي والسيدة يا المنوبية بابا شريف علاجي اي بنت عرب سفساري وخول خالد ذهب بنية صغيرة تتشقلب العربية بحرمها يا لا ما نقدرش عجلك ما نصبرش لله عليا يا وحشي ما كل عروسة الحافظة يا لا وهنا تتقص ثم ميزان تتقص ما يدخل في حاجة أخرى على خاطر هما اللي يتخمروا عليهم اليهود 7 نوب
تدخل في العازم بوسعدين في. أنا عملت هذيك العملية هذيك وهو أكلي شاخ عليا. أنا قسيت وهو جاني يجري عليه يا سيدي قسيت هكا هذه قفلة حلوة فهمتي نطولوا فيها. قلت له يا سي الفاضل هذا اللي ميت متاعها راهو فهمتي باش ندخلوا في نوب اخرين وندخلوا فهمتي في حاجات اخرين. قال لي لا نشوفوا كاتب ولا نشوفوا شاعر فهمتي معناه يركب لنا ابيات. يا خزرت له قلت له يا سي الفاضل راه مش اللي يجي نجم هذا ما يلزم واحد ملم بالصلاح متاع تونس ولا يالله متاع تونس الكل باش ينجم يقول له. تعرفش كيفاش؟ قلت له خلي لي شويه وقت واللي باش تعطيه للكاتب عطيه لي ليا خليني انا ترى خلي به نتهنى. قلت له لا تهنى ماشي في الدنيا مروحين ونظن باش نحب نعمل ما لقيت حد شيء ونقول ليك في الخدمة قاعد معي واحد الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين هو معنا ولد باب سيدي عبد السلام هلا ولد ولد أصله عياري. ولاد عياري شكون عندهم رجال الحمادة. بديت بابا الشريف على جبامة بابا الشريف وحل العادة بابا الشريف وسيادي يرجع الحمادة هذه وحيدة. من بعد بديت بشوية بديت نركب فيها فهمت. يكلمني واحد مثلا يسلم عليه واحد يقدم لي واحد حبيبه يقول لي سي فلان مثلا كما نقولوا من قابس قل له شاي لا سيدي ابو البابا يقدم لي واحد مثلا كما نقولوا واحد اخر بعد مدة يقول لي هذا من تطاوين قل له شاي لا سيدي عبد الله ابو جليده. انا عندي فكرة في الماء. هذا سيدي عبد الله ابو جليده ده بابا الشريف بابا الشريف ولا يلا بابا الشريف سيدي ناجي وسيدي فتح الله بابا الشريف وسيدي بوجليدة عبد الله ولا اثنين في شيرة قربة وقليبية ومنزل تميم سيدي عبد القادر سيدي عبد القادر لا عندهم رجال المعاوين رجال بابا شريف عليه بابا شريف ومزين بابا وسيدي رجال المعاوين. بديت نربط حتى لين عملتهم 7 أبيات فهمتي معناها جاو في بلايصة. نهار احنا مش شاقص على خاطر هي الحضرة دارت الولايات كامل الجمهورية مشينا لصفاقس معايا واحد هذا سيدي بوسعيد نقعدوا مع بعضنا نشربوا قهوة مع بعضنا احنا في صفاقس عملنا الميزون بلاس وعملنا الواحد بس قلت احنا في صفاقس ومعنا حتى ولي متاع صفاقس كيفاش نعملوا خدام اسكت ما تمهمشنيش عاد خليني قاعد. سيدي منصور ما لقيت ليش فله منين باش ندخل بعد عملت البيت هذه انت سيدي عقارب لقيتها اما ما عادش الاخرى تربتت انا شكون جا قدامي سيدي عقارب كيفاش باش ندخل له سيدي عقارب بابا الشريف عليه جي بابا شريف بابا الشريف جيتك هارب والنادي على سيدي عقارب بابا الشريف أحبابه رجال صبر وسيدي ابو البابة بابا الشريف والمسمية والصيدلة المنوبية بقفلة ذيك فهمتي معناها الكارير اللي عديت وخليت فيه برشا حاجات وليت ملم لو كان ما جيتش انا ملم مثلا بالصلاح ما نجمش نركبهم الابيات هذا اكيد صحيح وبركتهم هما بركة الصلاح ربي يعطيني شيء وفتح لي برشا. شنو الشيء اللي عطيهولك؟
مسهل لي طريقي في كل شيء. أنا كما نقولوا قول يا رب يلعب على لي، كما نقولوا حتى ماليا يعني. ما فماش توا كما اللي قلت لي أنت العباد يقولوا الماشي للواحد ولا بجد، عمره ما يقول واحد، عمره ما يقول يا سيدي فلان أعطيني ولا يا سيدي فلان، فهمت؟ الأعمال إلا على ربي. أكيد. توا بابا الهادي، شنو الفرق بين الحضرة والزيارة؟ الحضرة ما تفرجت فيها، الحضرة الأولانية قادر. توا الزيارة سبيكتاكل حلو ما مش دوني، فهمتي معناها فيه، ولكن فما حاجة المدح على ولاية الله هذايا، فهمتي معناها ما يجيش يريتميك، ما يجيش مزروب. مثلا كيما يقولوا اللي ماخذة في الحضرة نغارة، يا سيدة يا نغارة، يا سيدة يا نغارة، كي تسمعها كما يقولوا في أصالتها، فهمتي من هنا، واحدة فيها روح، فيها فهمتي من هنا. كي باش تولي باش نفهم كلمة الريتمية كذا انت معناها الزرمة، كي باش تولي نغارة سيدة يا نغارة يا سيدة نغارة دبر عليا بدبارة، الزربة هذيك. هما تو العباد اللي تتفرج يحبوا الهيجة، ما حسبش بالروحانية يعني. هي كي تخدم مثلا كي نقول واحدة فيها روح، فيها فهمت من الزيارة بصفة عامة لكل شيء اللي فيها، فهمت معناها مزروع سبيكتاكل باهي مولاه ناجح فيه، فهمتي، والعباد عجبهم، فهمتي. أو فما واحد شيخ يعمل العمل الأولاني والعمل الثاني والعمل الثالث، يحب يخدم هو الأصالة متاع مثلا كما يقولوا متاع الفقرة ومتاع كذا ومتاع كذا، عملوا ما نجحش فيهم. قلت له الآخر كي تعمل حاجة هكا أعمل فيها حاجة هيجة، أعمل حويجة رايضة وحاجة هيجة، حاجة معناها باش تلقى العباد تحب الهيجة، ما هوش الإحساس. قال الراجل آه على الدنيا، على الدنيا والناس ماتت في قلوبهم الإحساس. كيفاش يقول على الدنيا والناس ما عادش ناس، ماتت في قلوبهم الإحساس. ما حدش فما الروحانيات والشيء اللي ما نعمل شيء هاي. انت يا بابا الهادي زيدا دمجت الفزاني اللي هو الجسد بالصوفي اللي هو الروح، وخرجت تركيبة. كيفاش نجمت تخرجها التركيبة هذه؟ ما خرجتش من هي تعمل لها حاجة مثلا كيما قلت زينة بتزيد فيها ريت نحكيو على المجرد. فما مثلا كيما نقولوا في الحضرة تلقى مثلا في القفلة متاع الحضرة وقت اللي توفى الحضرة تلقاهم ماكن الشيخ الكامل وناديك النادي وسمعنا عنك مسالة انك تقول اولادي، وتندر في الحكاية هذيك. نهار انا واحد هذا السعلية اللي قلت لك الشيخ اللي عمل الاعمال قاعدين فهمت من هناك الكلمة هذه، قلت له ابو علي جاتني فكرة شنو
هكا الشيخ الكامل وانا بك النادي عملت الإعلان أخذت هذا الله 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 لا إله إلا الله يرجع لي الله 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 لا إله إلا الله ذاك الشيخ الكامل يا بابا الشيخ الكامل الله 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 لا إله إلا واسمعنا عنك مساء واسمعنا عنك مسالة الله 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 اسمعنا عنك مسالة انك تقول اولادي معناها رديتهم الوحدة كلها في كي الفزاني مازالوا فهمت مني لو كان عندي جماعة يخدموا معايا عامل لها برنامج باش نسجلها مشاوي يخدموا معاه اسمه مهرجان كرتاج مع صابر الرباعي عمل وقت سيدي علي عزوز وعمل فهمتي من الرباع قالوا له راي فما حاجة حلوة فهمتي منها قالوا له عليها الله الله بالك ما حافظ الكلام قال يا طيور اللي طاروا يا حجاج اللي زاروا ندري شنو دخل نعمل يمكن تحرقت الواحدة قاعد تفنس ماشي ولا هذيكم اللي عملهم في كرتاج تسجلوا وعملهم ما فهمتي ولا يا اخي سجلهم في اليوتيوب قالوا لي اقعد انت في المحطة هكاك فهمت من هذا انا نعمل مثالش شنو اللي مثالش شنو مش انا ولله الحمد زعما انا نعمل والناس انا نطيب والناس تاكل هذه حاجة ما تقلقكش؟ لا نجمش على خاطر هذايا الصوفي تراث ما اقولكش مثلا انت كذبت فيه ولا عملت فيه ولا كذبت فيه كانت ترى اسمها هي عاجبين عصابة عاجبين عصابة أو يعرفوها الجماعة فهمتي معناها قبل كان يغني فيها الله يرحمه قاسم كافي كيفاش تتقال جبين عصابة يا دايرة عجبين عصابة الفان يا والعيون غمار هكا تعرفها ولا لا؟ هكا تفلسفة فهمت من الشعب بدلت لها باهي ودخلت فيها هذيك كلمتها ما نما الشنكاوي قال اللي ما عجبتوش غنية عجبين عصابة يعني والأداء متاعك فيها اللي هو كان صرح يعني اللي عم وانت سمعت عجبين عصابة اللي يعمل فيها هو هي عجبين عصابة هذه تراثية وتعاملت في الجنوب من غادي مشيرة بن قردان وهو شنكاوي من تطاوين ولكن يعيش في حي ليل ويقال ولكن الصيغة اللي تتعامل بها هذيك كما يقول فيها كي العيتك ايوه اجبي معناها فيها لغة أخرى فهمتني هذيك تتقال في شيرتكم من غادي في الشمال الغربي يعملوها بالطبلة والزكرة في ميزان آخر جبين عصابة يا خالية عجبين عصانا جمل والناقة يا خالية مال الجمل والناقة طفلة صغيرة من الهواء الشاقة كلام فهمت من أنا كعملتها يا جبين عصانا وبدلت لها البيع قلت كلام آخر
قلت كما نقولوا فما المجد بيت فهمت ما أنا قلت بتاع بن قردان باخر نزرع زيتونة و اسمها هي الأخرى ما تعدي بيا وحش قلبي مفرقع بيبيا ما الكلام زدت فيها هذيك ما أنا ما خارج متاعك أنت هذيك متاع غادي متاع سلعة متاع غادي هذه أنا عملتها متاع كما نقولوا متاع تونس وعملتها أنا من فاخت فهمتي وخذت شيبسي وتعاملت فهمت جيت تدخل هي بالأساس أغنية تراثية مش تراثية هي تراثية يحكي لي أنا ما شفتوش أما يحكي لي قال لي قالوا لهادي زعيب هذا أغنية تقول لي فهمتي من أخذت شيبسي والدنيا قامت وقعدت فهمتي يعني من قالوا هو يحكي لي قال أنا من شاني على خاطر في فرنسا لو كان جيت أنا هنا أرى من فاخت عيطت لي لي أنا وانا من فاخت هي عيطت لي أمينة فاخت وقت اللي أنا نحضر فيها وبديت نرشك فيها مشيت كانت فما مرأة هذه مرأة أعمال الله يرحمها هذه الدوجة فهمتي مناك في سكرة عملت قاعدة في دارها قاعدة فيها 15 واحد رجال أعمال فهمت منها فيها حد يظهر لي فيها حتى زوز يهود وفيها أمينة فاخت فهمتي وقت اللي في الغنى قعدت فهمتي نعم وبديت أنا قاعد نجرب فيها ما زلت ما سجلتهاش فهمت أنا قلتها وإحنا في اللافان تاع جوان وهي قامت شطحت معايا فهمتي وقالت لي عم هادي هذه حلوة فهمتي ايش خير كان عندي برنامج أنا كرتاج إن شاء الله فيه أنا عملوا مع بعضنا فهمتي قلت لهم في حتى مش قال لها مالك هيك لا جاتني لا قالت لي لا قلت لها لا بلات بالمناسبة هذيك باش تكروشات الحكاية وربي يهدي ربي يهدي أنا وصارت التعنيقة ديك اللي عملت سوكسي مش نورمال والله هي التعنيقة هذيك النوية كل واحد وشنو حكايته هو وقتها هي في أود تعرف عام 2002 وشوية عن فما شوية خدمة وشوية سهريات وأنا عندي القايلة ساكري القايلة كما كنت نحكي خميلك هذا قلت لك كنت نخدم في الشركة وعديت وقتها كان تجيب قبل ما تولي عجيل ما نخدموا الدب وقتها بتاع الغاز في رادس ونخدموا سيونس واحدة كي نروح مالي ساعتين ونص دخلت الدار نفطر ونرقد عندي القايلة استنسمك مخايلة سكن ومع الصيف خدمة فهمت من هنا يلزمني مرقد وهي قالت لي نعمل برايف الأربعة متاع العشية في تنبك أود والبلاصة اللي نعملوا فيها لا كليماتيزي لا هي بدي أبدأ أنت على روحك تم نخلت أنا مشيت لها باش نبرفوا مشيت لها في 6 عملت معها بروفتين الكلام ومن بعد دلت البروفة الجنرال اللي باش نعملوها في كرتاج أنا عندي خدمة في سوسة مشيت خدمت في سوسة كملت الخدمة هذه ساعة من سوسة وشديت الثنية فهمتي ما هبطت لتونس خاطر الطاول بالأغاني اللي باش تعملهم وبوز وهكا أخلت الكرتاج هذه 3 درجة خلطنا هاي قلت لها نعم قالت لي لا عملي راني نحس في روحي فهمتي من تعبة توا غدوة نجيو بكري ونعمل بروفة قلت لها بيه ايه غدوة وقتاش باش نجي انا قايلة مشيت في 7 الكرتاج
جيت في السبعة نرقد الدنيا الداعكة والعباد داخلة، معناها داخلة الكارتاج. قلت لها هاي تعرضني، قلت لها باش نقراو البردة احنا تبا فهمتي في وسط هي باش تقول عازبين أعصابها الفم يضحك والعيون غضابة هكا هو، وأنا أقول لبيت. فهمنا، عاودت لها مرتين ثلاثة فهمتي هي في اللوج نتاعها تشجر وتقد وتعذر، فهو أنا في اللوج نتاعي خالي. لا دخلت بداية الحفلة، هبطت هي عملت الميطان الأولاني عملت جوها فهمتي من هنا، بعد فهمتي قالوا لي حضر روحك، هبط. أنا هبط، جابوا لي الميكرو في يدي باش نطلع، وهي جات في الحرف نتاع أنا خلطت شغل، هاي عملت لك البرنامج التعنيقة، بدالش الموسيقى تخدم فهمت نتاع الأغنية، لا 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 لا، وهي عملت ولينا كأننا نشتحوا في السلو فهمت، وأنا أقول لها في ودنها عشبي عصا يا دايرة، هذيك هي الحكاية. والعباد عاد شنو اللي في ذنها، واش تقول في ذنها، واش تعمل في رقبتها، واش تعمل في ذنها، كل حد ولغته شنو عندي. قالتهم الكلمات فهمت من بنيق بتفصل. أما احنا مخاخنا على ولد الله. شنو هي الفترة اللي تعتبرها في مسيرتك ذهبية؟ أحسن فترة هكا في مسيرتك؟ والله ايش باش نقول لك، هي كل فترة عندها حاجة، ولكن الفترة نتاع البريود هذيك نتاع البريود نتاع الحضرة، نتاع الحضرة باهية ونظيفة ما فيهاش. البريود نتاع اللي عملت فيها حاجبين أعصابي أنا وين فاخد، قلبت لي كيفاش قلبت لك؟ وليت برشا حاجات أخرى. معناها فيها شيء باهي. شنو هي الحاجات يعني؟ فيها شيء فيها فهمتي معناها شعرها فهمتي معناها، والأغنية فهمتي معناها ثلاث صدى كبير برشا، وما تبح. أنا ما أقول لك وأنت ما يخفيت سنة بعضنا يا فهمني. فهمتك فهمناك الكل. كنت تخدم في شركة بترولية، كنت موظف، في النهار موظف وفي الليل فنان. كيفاش عشت التناقض هذايا؟ يعني في النهار عبد موظف هكا كوستيوم كذا مش يخدم على روحه، وفي الليل فن ومتابع الفن. إيه هاي كل حاجة عندها كيفاش هي؟ كل حاجة في النهار في الخدمة نلبس الكسوة متاع الخدمة، وفي الليل نلبس الكسوة متاع الفن، ماسك آخر ماسك. والحكاية هذيا ايه. راهي نحكيو كما قبيلة على الأخلاق. امم الأخلاق أنا تشوف اللسان، قال لك اللسان الزين يتباع في الدين، الكلام بالمنى وما فهمتي ديما ناخذ الخاطر وديما فهمتي معناها هكا هكا هكا. وانا من فضل الله ايه البريود اللي بديتها سواء كما يقولوا في الخدمة ولا حتى مع الناس اللي نعرفهم ولا في العيشة نتاع في الميدان هذا، هو الميدان هذا الفني، فيه الفن وفيه حاشاك على الفن،
في خاطب الناس كانوا يفهمون، اللي يفهم مفاهيم الفن نفهموها بالفن، واللي يفهم باللغة الأخرى ساعات نحكي معه وساعات محبة الريدو لا فايدة. كلامك مع اللي ما يفهمكش يقوله نقص من الأعمار. وأنا ترى في الميدان هذا الناس كل حبايبيتي، الناس كل فهمتي من هنا ونتقابلوا بعد قداش وأنا توا عندي توا قريب يجي ما يقارب من 5 6 سنين 7 سنين. نقصت شوية، بديت حاجات معينين بلايص معينين، عباد اللي عندي عباد اللي تعرفني وتحبني فن يجيوني بالذمة ويجيو فهمتي. أما على كلي على بعض ما عادش وش قف ما عادش يجيو. لا لاباس إيه لا لاباس الاستحفار. الاستحفار كانوا قبل الرجال والعباد يقول لك البشر هو طبيب نفسه، يعرف كيفاش يعني، يعرف كيفاش باش ياكل، يعرف كيفاش وقتاش يرقد، وقتاش يقوم، وقتاش باش نبدا تعديل تاع خاطر واحد مش كيما عمره 20 كيما 30، مش كيما 30 كيما 40، مش كيما 40 كيما 50، مش كيما 50 كيما 60، مش كيما 60 كيما 70، مش كيما 70 كيما 80. انت نجاحك الحقيقي يعني وصلت له في عمر 49 سنة هيك تقريبا. ما هكا ما حسيتش انه ما قلتش بينك وبين روحك مصاب جاي في العشرينات لا 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 مش علاش انا ولله الحمد فهمت معناها اموري، فهمت معناها نخدم مريب اللي فهمت معناها حتى تواتي حاجات سهريات فهمت معناها مرام اموري فهمت معناها انا ما دورت في الا في الحضره. في الحضره عملت حاجه خاصة كي تتفرج في الحضره انت تتفرج في الحضره الكل كل واحد مثلا كما يقولوا تتصنت مثلا ملك السلطان يا شيخ محرز، يقولها عزيز بن محمود، يقولها 4 من الناس كل واحد يقول بيت، وهي ما تشدش فهمت معناها كما يقولوا 5 دقائق 6 دقائق. واللي قالوه الكل رئيس الأبحار ما حدا كي تفزوني لها فهمت الله عاملة 12 دقيقة. رئيس الأبحار بابا شريف علاجي كلها فهمتي من هنا تعمل 12 دقيقة. وقت اللي كما يقولوا فاك الواحد هذيك خذيت فيها حق فهمت سكسي باي، وخذيت فيها فهمت معناها. انت رغم لي سوكسي اللي خذيتهم الكل يعني ومسيرتك الكبيرة وتاريخ فني كبير، اما ديما في اللقاءات نتاعك تعتبر روحك انت مازلت هاوي. علاش؟ هاوي اي انت تقول انا هواية، الفن هواية فقط. نحكيو على الديبار على المبدأ. بديت هاوي انا اش علينا في اللي تصنت وانا واللي كما نقول انا حكيت لك مع الزوي وحكيت مع فهمتي معناها كذا 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 كذا. اما من بعد كيف ازدغمت بداني الغرام، بديت بشوي بشوي فهمت. لو يجي تلقى واحد قريت الدماني الصوفي في النطق وفي الإلقاء مش تنطق مثلا يمكن يقولوا مخرج الحروف القاف قاف والجيم جيم والسين سين والراء راء والزاد زاد فهمتني. الفن الصوفي يخليك كما قلت نجم تلقى واحد يخدم في الحضرة شنو ما نجمش يخدم مثلا على عوادة. علاش ما ينجمش؟ قليل قليل مش تلقاه مثلا يخدم في المزود ما نجمش يخدم في الحضرة.
النطق مش كيف النطق متاع الحفظ متاع الصوفي، الدومين الصوفي يخليك تنجم تعمل كل شيء. أنا أعوذ بالله من نقول تاني، جو برشا يحكي باش يقولوا لهذه الدنيا حربة. كان على حضرة يغني، كان على عوادة يغني، كان على مزود يغني، يسخيلوني معناها هات يسخيلوني نحفظ، فهمت مني؟ وانا تصدقني او ربي شاهد عليا، فهمت؟ يلي نمشيه باش ترى الحق، واللي نمشيه مثلا ما خد خاطر يتيمة فهمتي معناها، واحد مدامة فهمتي من ناخذ بالخاطر ياسر فهمتي نمشي ومانيش عامل راس مال. الدنيا هذه ماهيش دايمة. واحد كي يتفكرك ويقول الله يرحمك الراجل، فهمتي معناها كيما يقولوا في كذا وكذا، فهمت معناها خير في والله، فهمتي من هنا جيت واحد تجيب يعمل لك نمر، تقول له 5 ملايين، الآخر يقول له 6 ملايين، الآخر يقول خليني من نتقرعش، خير نقول لا كرع نقع ونخرج كرسكسي وقرع. خرج اللي تحب. لا نخرج، كل واحد يعرف روحه. أنا هاني قتلك ولله الحمد، الحمد لله رب ما تهمكش المادة، تهمكش المادة. لا هي شفت الكلمة اللي قلت أنت توا، الكبار قبل على سميوها مادة. المادة تعرفها جنية المادة؟ قيح. قيح، القيح صحيح. ما نعبروها الكلمة الكبار قبل عندهم تعبير فمن مادة. شو مثلا؟ شوف ربي سبحانه من اللي واحد هو في كرش أمه، في كرش أمه فهمتي، وتكون وتكمل الأعضاء وتكمل، فهمت من ربي مسخر له مش باش يعيش، مش باش يكسب سعيد ولا شقي، إلا من اللي كتبه ربي. شوف لو كانت تبدأ تعمل جوانح وتطير، ما إلا اللي كتب لك. يعني المدرسة الصوفية اليوم ما هيش مجرد توجه فني بالنسبة لي انت، يعني هي حاجة من روح روحانية. بالله باش نسألك، سامحني، بتصنت الفن انت؟ توا اللي تسمع فيه توا فن؟ يقولها قبل، مش كيما قبل. اسمعني، واحد حاطط واحد في يقول من فيش تسمع الراب، شو المد يسمع في ربعات. قلت له انا مانيش نفهم معاني، ما تفهم حاجة، ما تشيخ على حاجة، لما انت تصنف تفهم تعبير متاع الكلام ولا كما نقولوا اللحن ولا حاجة اللي باش قبل. قلت له هاد شوف قبل، الله يرحم جميع المسلمين، الناس اللي تكتب الساعة شعراء اللي تكتب، كان الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، الهادي جويني الله يرحمه، اش يقول لك؟ لموني اللي غاروا مني، قالوا لي اش عجبك فيها؟ جاوبت اللي جعلوا فني، خذوا عيني شوفوا بها.
فما معنى وفما كلام ومجرد فما كما يقولوا الأغنية القديسة. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. الله يرحمه. سيدي علي الرياحي. علي الرياحي راهو كان يكتب وحده ويلحن وحده. سيدي علي شو يقول لك؟ غزالة بلا جبال، عيونها قتالة، في قلبي عملت حال، نار حبها شعالة، غزالة غزالة. فما تعبير، فما إحساس، الإحساس هذا الإحساس تفقد توا. فما أنت ترى كي تسنى أغنية تحس فيها إحساس؟ لا. إيش أقول أنا مال؟ يعني تشوف اللي اليوم الأغاني الصوفية باش تندثر مقابل الراب والحاجات؟ لا ما تندثرش، عندها مالية وعندها فن. أنا حتى باش ندخل حكاية في حكاية، أنا المزود قبل أكلي انتوشي، فهمتي، نمشي هكا ساعات فهمتي من هنا، تعرف واحد صغير فهمتي من هنا جمشي أنا شهريتي ما تفوتش في الثمانينات نحكي. شعريتي نقبض في يدي، ولكن شايخ فيهم شعريتي ناخذ نت في يدي 185 في الثمانينات. في الثمانينات، ولكن 185 التريليا تو الورقة اللي تلقى فيها مثلا كما نقولوا تو ب30 أما تلقى ب5000 4500 6000 70 عايش بيهم. كي باش نمشي أنا عيطولي فيه باش نمشي باش ناخذ 60 ولا 70، نقول لا نمشي بيه كاو نمشي جات الخير ما في عندها بشوية حتى لين جات النوبة. كانت عملت النوبة، بعد تعملت الحضرة، كانت هذه شركة أفريقيا كاسات، فيها زعيت ومهيت ونقاز الحيط، الفن الشعبي الكل عند أفريقيا كاسات أنواع وأشكال. فما واحد الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين من الأخوات هذا عبد الرزاق لي وفنان شعبي، فهمتي، نهار من النهارات عام 84 94 ولا شنو 94 جاء قاعدين في باب الأقواس، قال لي راه كمال براج مدير أفريقيا كاسات، قال لي راه حاجته بيك يا خزرت له. قلت له حاجته بيا؟ قال لي بالكش باش تسجل؟ قلت له شو عندي من نسجل يعني، حبيتك قال لي لا يا ودي جاه، فهمت من يجي. قلت له باهي، وقتها وسط الجمعة نهار 4 ولا خميس، قلت له نهار السبت ما نخدمش، نهار السبت نمشي له هو البيرو نتاعو اللي دار في باب الزيرة، تقابلنا مشينا له دخلنا بحذاه، فرح بينا سي كمال بالراجح، فهمت، دابو زمان وقهوة، فهمت. قال لي عمل هدي أراو النوبة هذوما اللي تعاملت النوبة ولا مطلوبين ولا مشهورين، العباد تحبهم، ما فهمتني، والناس الكل تحكي عليك انت ملم بيهم، ما فهمت، علاش ما تسجل الناس؟ من سنسجل لك يا اخي، تحبني نخرج على السكة؟ قال لي شنو؟ قلت له المدحلة ولا يالله، فهمتي، عبارة ذكر، انت سلعتك كلها
باش تطيح بالفزاز مش تطيح والواحد هذو من ندحة لا أنا فيش فزازة. قال لي لا عندي هذه شو كيفاش من شد فيا صحيح قلت له يعمل الله وخذيتها قلت له يعمل الله فهمت. بعد يمكن 3 أيام ولا 4 أيام مشيت بحضرة في سيدي بورسعيد. قاعد بقى جماعة عندي حبايبي هذا الهاشمي ربي يفرج عليه إن شاء الله. إن شاء الله. فهمتني نحكي أنا وياه فهمت جبدنا الموضوع. قلت له يعجبكش يا الرفرق هذا؟ قال لي فهمت قال لي شبيه هذي علاش يقعد هذا الفن هذا يقعد كان حكر عند الناس الكبار اللي يهتموا به فن مادام نمسوا دماغه علاش ما خلي يتغربوا به الصغار. قلت له هي فكرة. مشيت على روحي سالم يعني بعد وحدي قاعد وحدي الناس في التسعينات اللي يسجلوا الفنانين الشعبيين يضربوا في 7 8 10 ملايين 10 ملايين في التسعينات ولا 7 ولا 6 ولا عندهم تبقى عندهم قيمة في الوقت ذاك. بديت نخدم في مخي نصدم ما نصدمش نصدم ما نصدمش هاي برا قلت بدال يلزمني الكاسات فيها زوز فزازن زوز متاع شطيح انا هم اللي باش نردهم فزاني يلزمني زوز مو باش نردهم فزان. اول ما بديش قدامي جات قدامي نوبة سيدي علي عزوز انت تخدم في ميزان اخر فهمت ميزان وحدي طبعا انا قاعد وحدي في الدار فهمت قرقبتها رديتها فزاني جات هي بيدها شنو هي الاخرى درت منها درت على اليمين على اليسار جات قدامي النوبة بتاع سيد علي الحطار قرقبتها فزاني جات هي بيدها شتى وما يلزم شتى. أول ما بديت فما هذه اللي غنوا فيها في استاد هذه نخدم الجيلاني بوعلام بابا الجلول على سيدي عبد القادر. صدقني وقت اللي قلت هذه سجلتها اللي واحد يعرفها في وعملت نوبة السيدة المنوبية وعملت في جرتها الأولانية بعلم بابا جلول أنا أخدم الجيلاني وجرتها نوبة السيدة المنوبية ومن بعد سيد علي عزوز والفرس الثانية عملت فيها رئيس الأبحار وعملت فيها الكبة الحمراء هذه فهمتني وعملت فيها نوبة سيد علي حتى وقت اللي حضرتهم سنة قبل حضرتهم يا أخويا كيفاش نتفاهموا في هز حد قال لي عمي هاتي 5 ملايين 5 ملايين ليه نستضرب فيك كذا فهمت من تظن يا قال لي عندك الحق قال لي هذاك اللي ياخذ في 8 ولا في 10 يعطي منهم 3 اللي كتب له الأغنيات مثلا كما نقولوا سنت أغنيات الشعر ويعطي منهم 2 ولا 2.5 للملحن اللي لحن الأغنيات معناها هو ساعات يتبقى له 5 ولا ما يتبقى لهش معناها أنت تأخذ عملت لي حساب باش نبقى لك هذه فيهم عصران مخ وفيهم ما فهمت معناها فيهم حاصل مدير شقالية نعطيك 6.5 تحسينه من تملكش الحكاية رسات في السبع باهي 7
باهين ضربوني على الخواه أنا فهمتني. هاكا حاج يدك بالشام. وإحنا وقتها سيدي رمضان يجينا. شوف توا بعد قداش هو باش يجي مثلا سيدي رمضان بيجيك مثلا كما نقولوا في الشهر في فيفري 33 سنة آخرين باش يجي في فيفري. يا أخي كي سألني قلت له هذه وقتاش باش تخرجها؟ قال لي باش أخرجها في الصيف. لا يا ولدي خرجها في سيدي رمضان قريب، خرجها في سيدي رمضان. قال لي ليش سيدي رمضان؟ فهمتي من هنا العباد لأن قلت له هذه راه فما حاجات كما أنا بتصير الحطاب فيها صليوا على محمد صليوا عليه وزيدوا يا من عشق محمد يا ربي تاخذ بيده فيهم حاجات سلعني بيه وفيهم فهمت من ذكروا فيهم اسمع كلامي خرجها فيهم بلاد وشوف راهي اللغة مش كيف كيف مش كيما اللغة بتاع الآخرين صدقني. خرجها في سيدي رمضان يحكي لي الولد اللي معاه فهمتي في آخر رمضان كان أنا وقتها في سوق الشواشية فهمت. قال لي عامل ايه دراية طار التيران الكاسين مش قال لي الطبعة الأولانية طبعنا 10,000 10,000 خلي راهم طاروا في 10 أيام طاروا. شهر سيدي رمضان خلي طبعنا فيه هاد ريوسخ ليبيا ولا الجزائر ولا فهمت. خلي شهر سيدي رمضان طبعنا فيه 50,000 وبديت شديت عدد الكل كلها وليت بمضي كما الإنسان ما نقولش أنا حاجة من بعد وليت بدلت فهمت معناها نزيد زيادة أخرين كما عملت مثلا كما نقولوا عاجبين عصابة وكما عملت يوم العوينة الزرقاء. أما العوينة الزرقاء كي عملت فيها كيل عروبي أنا فهمت معناها كما يقولوا واحد قال لي واحد غنتها صالحة قلت له غنتها صالحة نتساند. أما راه كانت قبل العباد تحشم كي واحد باش يرمي كلام الواحد ما يسميهاش قبل كما يقولوا صالحة كي غنيت يوم العوينة الزرقاء. قلت له هذه توا راجل يتكلم في مرأة في مرأة بختاش تلاقيني وتمسح دمعة عيني كبير فهمت عملت لها فنيدي وجات حلوة فهمت منها وعملت لها ركبت لها كيل عروبي فهمت منها من الأول قلت تكويت من زرق عينيك أنا خايف لا تقتليني. الورد على صحن خديك نشكي لربي يحنيني يا أمي العوينة الزرقاء. فما حاجات فهمتي من هذا عشت برشا نجاحات الحمد لله بدعاء الخير تم البدعاء الخير أكيد أكيد من فضل الله في هالدنيا هذه. أنا عمري شوية دورة الحياة هابط في الزلزاحة لا مش زي الخير فهمتني من فضل الله لا عندي لا دعم ولا مطالبة. عديت كاريري فهمتي معناها قرابة شوية 30 سنة خدمة فهمتي حبايباتي لتوا العباد فهمتني ولا في الميدان هذا ولا في الميدان ما مسيك صح يسلمك فهمتني عندي عداوة نوع حتى حد ولا عمري عملت مشكلة معه والحمد لله. تو في الوسط الفني يعني فما منافسة وفما المنافسة الشريفة فما المنافسة اللي هكا وهكا غير شريفة لهنا في وسط ذي الكل فما صداقات حقيقية. أنا أقول لك صداقة صحبة نجم نقول لك 25-30% إلا فما واحد في الميدان هذا قليل كما 25% إلا مش 20. أما الحسد والبغض في الميدان هذا يا ولدي حتى أنا راني بعيد عليكم
أنا مش اللي تقولوا فيها أنتم، أقول فيها أنا عندي ثمية ماشي فيها وحدي، هاكم دخلتوا فيها أنتم، برشا دخلوا فيها. أنا قلت لك هذا مش نسمي لك هذا ترى اللي كنا نحكيو عليه يا سيدي الشنكاوي هذا، لا عندي معاه لا دعوة ولا مطالبة، هو في البر وأنا في البحر. شو ما التو ما يحبش يسيب الميكرو، التو ما يحبش، فهمت منين؟ أنا ولله الحمد عندي انتريتي، عندي فهمت معناها حاجات فهمت معناها يدخلوا لي فيما عندي كذا بعيد، والحمد لله بعيد عليكم. مانيش هاني تو قبل مانيش بدوها، اش قلت لك انا وليت شويه شويه بعد فهمت معناها، ومانيش فرد دومان. انت تقول طز وانا اقول شرق، فهمت معناها انا نجي لازم ايش دخلك فيا انا؟ اي ما هو كله فن هو. هاني قلت لك عاد ولا فن، ما عادش فن يا ربي سيدي. تو ايش دخل يدخل هذا التوا في العمر هذا ما حبش يسيب الميكرو، مازال يغني مازال ونشطح زاد كان ما تحبش أقول. تلافي روحك تلافي أمورك تلافي، ما يحبوش الخير لبعضهم يا بنت، وأنا قلت لك بعيد عليهم، لا تنبحهم لا في هذا قليل كان واتات. بعد خداش في مناسبة تقابلت أنا واحد، تقابلنا ما تقابلناش، صح يسلمك تخلوا بيبوسوا تعميق لك وكل واحد فهمت. قلت لك يقولوا بالدنيا ايش خير من الدنيا حربتها، كان على مجد يغنى على حذر يغنى كما قلت قبيلة، وانا نعوم على حرف الشط من بعيد بعاد عليكم مصدر. ها ولا الكل يغنيوا في البعض، ها من غير من نسمي لك سميهم تعرفهم انت كنت اللي يغني فن. انت كنت حاضر في النوبة مع بوشناق؟ عاش ياخدني انا غنيت بها. كيفاش كانت التجربة؟ لا زي ما قعدنا مع بعضنا وفدلكنا بنلعب ونضحك فهمت. باهي بابا هيتي تو باش نعطيك شوية أسئلة سريعة وباش تجاوبني بصراحة. نبدأ. عمل ندمت عليه وتقول لو يرجع بيا الوقت ما نعملوش. عملته. أي خدمة خدمتها فهمت، ولا عرض قبلته ومن بعد ندمت قلت يا ريتني. ما فماش. باهي. شنو هو الأغلاط اللي عملتهم وكان يرجع بيك الوقت مستحيل تعاودهم؟ علاش تنهيدا هذه الكل؟ هو قبل يقولوا واحد وقت اللي باش يعرس كانوا باش يعمل جري نوفي. الكارتة تعرف النوفي هذا يجي قرعة يجي 9. وانت شنو جاتك؟ أنا العرس الأولاني اللي عرسته جاني قرعة، ولكن بعد والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثبت تسويقاتي ولله الحمد. مرة ثانية باهي العرس خيرها في غيرها. شنو هي أكبر مخاوفك في الحياة؟ حاجة تخاف منها هكا في الدنيا عندك ولا ما عندكش يعني؟ لا ما عنديش. ما عندك حتى شيء تخاف منه؟ علاش باش نخاف مثلا؟ ما نعرفش. ما عنديش شيء. ما عندكش. شنو اللي علمته لك الدنيا وشنو اللي علمه لك الفن؟ الدنيا تعلمت منها برشا 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 حاجات. الفن أني قلت لك أنا غرامي
من عهد الصغر تغرمت بالصوفي مع أخويا الله عليه رحمة الله وعلى جميع المسلمين. حيا رحمة. وتعلمت مع الناس الكبار والعباد اللي كانت فيهم الشهامة والرجولية والكلمة والمبعضة تربيت على هذاك، تربيت على هذاك وعشت على هذاك وقعدت نسير به، فهمتي يعني. توا الشيء اللي جاري بيه العمل توا بالنسبة وقت اللي يكون واحد مستقيم ويخاف ربي، خاطر الدنيا هذه فانية فارغة والعباد ما تعرفش احنا موجودين في الدنيا رانا ضياف. واحد كي يرجع الكارت ميموار متاعه فهمتي معناها التالي يتفكر حتى هو موجود، يتفكر كما يقولوا خاله عمته عمه عزيز ومماته جده، فهمتي من هنا وينه كلهم الدنيا احنا فيها ضياف. وقد ما يعمل واحد كما يقولوا فيها الدنيا الباهي يلقاه في صحته، يلقاه في صغاره، يلقاه في اموره، فهمت من ربي سبحانه ما يضيع شيء، فهمتي من تو ولا يبكي ولا واحد مستقيم ولا يقولوا يا بي انتك بوهالي خلينا نعدي عليه حبوا ولكن ما يعرفوش الدروس نتاع قبل فيهم هكا وهكا، فيهم ينجم يشد القارد على روحه فيهم عارف من هنا وفيهم والحمد لله عايشين مستورين، فهمت الله الحمد. الحمد لله. لو ترجع عمرك 20 سنة كنت تختار نفس الطريق؟ كي باش نرجع عمري 20 سنة الوقت اللي باش نجي فيه كيفاش الوقت هذا هو بيد وانا عمري 20 ترجع نرجع بالخبرة نتاع توا بالتجربة نتاع توا وترجع عمرك 20 سنة. نرجع عمري 20 سنة نرجع نشد الطريق المستقيم، ربي يغفر لي في اللي عملته. امين. في التشقليب والتمقليب فيش شقليب وتمقليب فيش على خاطر حتى الواحد النفس أمارة بالسوء. دخلت وعشت مع ناس وعشت مع يهود وتلاين وفهمتي والقرآن والرحمن اللي عشت معاهم الكل وانا في عمري في 21 فهمت منيك واحد يلي معاهم قد خدوا يحبوني وعشت عيشة، فهمت أنا. أما المعاصي اللي عملتهم في العشرينات والثلاثينات والأربعينات، فهمت معناها كما يقولوا ما ضريت حم ما ضريت إلا نفسي. فيش في المعاصي درتها شليلة ومليلة عملت الدنيا الكل شقلي معناها قلت لك تشقلي ودمقلي، فهمتي من عمري ما خليت متاع حد وعمري ما ضريت حد وعمري ما ضريت روحي. التيش متاع الشباب اللي كيما الشباب الكل يعني كيما الرجال الكل ما اي لا ما عملتش حاجه سبيسيال، مش حاجه سبيسيال. يعني نحب نرجع عمري 20 سنه ونرجع نشد الطريق المستقيم من اللوم اللي فهمته، خاطر يقول لك ربي سبحانه انه قبل يقولوا ما تايب الا تايب الشباب، فهمتي معناها كما يقولوا من شبابه هو التايب وشاد الطريق المستقيم. ولكن الحمد لله وصلنا، فهمت بعد عملنا شيء ليميت وشدينا الطريق المستقيم الحمد لله. وان شاء الله يغفر لنا ربي فيما مضى ويسترنا فيما بقى. امين. الحس الروحي اللي فيك عاونك باش تتجاوز صعوبات الحياة؟ الحس الروحي اللي فيك الروحانيات الصوفي يعني
المنهج اللي خذيته فهمت انك انت اخترت يعني باش تغني الاغاني الصوفيه اللي هي يعني ترتكز بالاساس على الحس الروحي، هذا يخليك انك تتجاوز صعوبات الحياه فيها برشا صعوبات، فيها برشا عراقيل، هذا يخليك يعني بطبيعة تتعدى. الحال بطبيعة الحال أنا واحد وقت اللي يبدأ مؤمن بالله وبرسوله فهمتي من ينام يم. علاش واحد الندم على الشيء اللي عملته خليني، والذكر اللي تعلمته مثلا كما يقولوا في الطرق الصوفية والواحد فهمتي اللي نذكر فيه فهمتي معناها في داخلي في أموري في الوحدة متاعي عندي برنامج متاع تسبيح ومتاع دعاء ونطلب الرحمة والعفو والغفران من ربي سبحانه إن شاء الله يغفر لي ويسامحني، هو اللي زادن به فهمتي بحول الله فهمتي ماني إن شاء الله حسن الخاتمة تبدأ. آمين آمين. لا يوليكم من سيدنا محمد. شنو الحاجة اللي تحبي يتذكروك بها الناس في السنين الجاية؟ هو واحد يتذكروه راه بأعماله، كانوا سيرته حسنة وخاطره طيب فهمت ما موش عملش مثلا كما يقولوا مع ناس الخايب وما ضرش الناس وما كي يتفكروه كيف يرحموا عليه الله يرحم، السيرة الباهية تخرج الرحمة من قلبك البشر اللي رحم تخرج صافية من الأعناق، وكي يبدأ واحد فعله يتريبل حتى كي يتفكروه يلا يرحمه بفعله هو بزقام طابت عليه رزمة بكلا فعاله فهمت من هنا تزيد ترنموله. شنو الحاجة اللي مغروم بها ولا هواية أخرى بخلاف الفن؟ غير الفن باش مغروم؟ توا قبل مش طاو قبل وطاو. ليه قبل عاد ماني قلت لك في المعازف في الوعد كنت مغروم بالأكباش كنت مغروم بالكلاب كنت مغروم بالعصافر كنت مغروم فهمت من بعد تاب الله عليه من 98 ربي يغفر لي فيما مضى ويستر لي فيما بقى، سلمت في الدنيا وما فيها فهمت مش عندي التاريخ المستقيم قاعد جد برسمي تاليك فهمت معناها منظف فهمت معناها في الشقف فهمت معناها إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم ومن سيدنا محمد. آمين. شنو النصيحة اللي تنجم تقدمها للجيل الجديد على الحياة هكا؟ بشنو تنصح الجيل الجديد على حسب خبرتك انت وتجربتك انت يعني في الحياة؟ بنتي الجيل هذا جديد كانوا قبل كي يبدا واحد يقولوا راكضة بيه فرس هذوما صاروخ يجري بيهم ما يقبلوش، نطلب لهم الهداية ويتجنبوا برشا حاجات فهمتي ويخافوا ربي أرى آخر المطاف آخر المطاف زردات كل واحد كيفاش باش يلقاه، واحد يسأل فيا جت سخانة قوية الصيف ولتع مناول وهو عنده حانوت بالكافيتيريا اللي نقعد فيها يعمل فرماج يعمل كسورتات فرماج وكلي باق شرب بابا سخونة هي قايلة وانا ماشي انا وياه باش ندور القهوة كليماتيزية فهمتي حتى انا بابا خلي مالا سخانة، قلت له سخانة هذه الشمس تعرفها قديش تبعد علينا على القاع على الأرض تعرفها قديش؟ قال لي آلاف الكيلومترات، قلت له دوبلهم الآلاف، قلت له راهو اليوم يوم الحساب اليوم اللي لا ريب فيه
تعرف قديش تبدأ بعيدة علينا على القبعة تبدأ براع 50 سنت، والناس تبدأ تعوم فوتوتس. الأم تنسى غناها، تولي نفسي نفسي. أنت تبقى قديش عمرك؟ قال لي عمري 40. أنت تو وقتاش بديت تبخبخ؟ في 20 بين 20 يا 20 الجينيراسيون تاع توا يبداو حتى من 15. والله قبيله نحكي يعني أول سيجارو حطيته في فمي أنا، أول سيجارو عمري في 21 سنة وبديت نذوق. خد معي تلايل ويهود فهمتي من بديت نذوق. ربي يغفر ويسامح. ساندي سوار فهمتي، قاعد عشاء فهمتي يمدولي أنواع متاع دخان كانت فهمتي معناها تجي من برا مدولي لا تبالي هذا الدخان في لورانس سويس فهمتي معناها حتى ما ندروش بيه كي تخزر له باكو طارد لونه فهمتي بالبوردو وباللكحل فهمتي من نعمل لك سيجارو وين نبدا في الدرجح فهمت يزيدي يدغدغني هكا يعمل لي فهمتي معناها. أنا في القاعدة نعمل زوز صاقر 3 بشوية جمعة 2 3 كل نهار السبت احنا قلت قد باش نقعد أنا نهتي تبع كل مرة يمدولي هيا خلنا نشري باكو. بقديش الباكو لله؟ قديش؟ 180 فرنك. دخل الأمريكان ذاك السوم وليت نشري باكو. قديش شدني الباكو؟ قديش؟ 3 جمعات. أنا كل مرة نتاع كيف مع الواحد ما يشجع على التبقبيق يشجعك على كها. الحمد لله اللي بلا وعلى الحمد لله. الحمد لله. هو يشوف أنا في الدنيا شي يقولوا قبل يقولوا اللي ما اشتح هز كمامه اللي ما اشتح على الأقل هز جبته هكا ولا واحدة هزت فوتتها ولا ربتها ولا من فهمني لله. فهمت. نرجع للحكاية نتاع اللي قال عليها نتاع الربيبية بي نتاع اليهود. احنا وقت اللي عملنا الحضرة عام 93 وقت سيدي رمضان جانا يا 4 يا خميس هكا بعد بجمعة. الجمعة اللي جات من بعد 8 أيام عمل وقت الفضل الجزيري عرض بالجمعة وعرض بالسبت. سيدي رمضان فهمتي نبدأ القبة قال باش نعملوا الألفية نتاع سيدي محرز. وقت سيدي محرز عنده 1000 سنة من اللي توفى. وقتاش قال باش قابلوا في المتحف نتاع القصبة ويهبطوا بالبنادر فهمتي ماني بالي يعني شاززني باش نهبط من القصبة حتى حاسيلو ما تعرفش الحكاية هبط ديريكت قعدت بمسويخة في قابة ومن بعد دخلنا لسيدي محرز. عملنا كالجو في سيدي محرز في الصحن عملوا لنا محاضرة يحكيوا على سيدي محرز قبل ما يموت 20 ولا 30 سنة ولا 40 سنة كيفاش حمى اليهود. قال هذم يصلحون. فاش يصلحون اليهود؟ عيط للربيين والمسؤولين فهمت من نتاع الوقت. فاش يصلحون اليهود؟ يصلحون من أولهم اليهود أصحاب صنعة. عيط الواحد كل واحد يهز معاه 10 15 فهمتي يعلم. اللي تعلموا الصيغية من عند اليهود واللي تعلموا صبابطية من عند اليهود اللي تعلموا توارزية من عند اليهود
وفي تاريخ فهمتي معناها انت الصاغة ترى البركة هذيك اللي في موجودة، البركة هذيك الأولانية هي الصاغة اللوطانية. فما يهود كي يروحوا مشاو لفرنسا خلوا حوانتهم لتوانسة العشرة متاعهم، فهمتي من هنا مش عاد. فما هذه يقولوا هما ربايبية، كانوا يخدموا بالربابة قبل في تاريخ متاع 100 سنين بعد ولا يخدموها. فما ذا الاستفتوح قولوه الأولاني ما 7 نواب يتخالوا، هذوما يتخمروا عليهم من نساء اليهود كيما يشطحوا النساء متاعنا في التيجانية، تلقى تحط فوطة فهمتي معناها كي نقول واحد تبدا تعمل هذا الاستفتوح. قل من سبع عقد سوى سحر الجفون حللوا قتلي برمشة العيون فهمتي منهم. ومن بعد تعمل رئيس الأبحار، من بعد تعمل أنا بحري وما نحب إلا البحرية، ورئيس الأبحار متاعهم هما ما يخدموش كيما متاعنا احنا. تعمل كل رئيس الأبحار يا رفيقي نهر يا باجي على الله ماذا بيا على زيارة البوسعيد الباج على الله، كل الأبيات متاعنا. بعد إيه أنا بحري ما نحب إلا البحرية، بحري يغري يا إلهي جود عليا، أنا بحري ما نحب إلا العوامة، بحري يغري يا إلهي تكون معانا. بابا الشريف عليجي بابا عليجي بابا الشريف والعربية، بابا الشريف عليجي والسيدة يا المنوبية، بابا الشريف عليجي يا بنت عرب السفساري وخول خالد هبي بنية صغيرة تتشقلب الحربية وحرانها يا ليل ما نقدرش عالجلك ما نصبرش، بابا عليا يا وحشي ما كل عروسة الحنظارة يا لا. بعد يدخل في جو آخر كما يقولوا اسطنبالي بوسعدي يا عريفة يا مناهي يا عريفة حلوانين شمشانة خادم العرس هذية. من بعد يدخلوا في جو آخر بعد مسجد على الحطام، من بعد ماني وليدك، ومن بعد عدالة هذه عدالة يا عدالة سيدي محرز يا رجالة فهمتي من تلقاهم نساء هذوما كانوا في تونس قبل ما يمشيوا 3 من الناس كتابة واحدة تشطح يبدأ يرشقوا عليها، هي بالفالير متاعها كان شخصية فهمتي تطيح يدورتها مرشا فلوس كان فهمتي هكاك عمر نمشيو نروحهم بحذاهم ذاك يروح وقت الفرنك فرنك يروح واحد 300 500 600 فرنك 700 فرنك تلك اللحم ب300 فرنك مش تفهمني كيف عليهم كذا تروح بدينار دينار ونص فهمت من دينار 2000 3 5000 7000 10000. أنا وقت اللي اليهود بعد لا روح وجات النكسة متاع 67 ومن بعد جات تعاضد في 8 فما اللي روحوا في 67 وفما اللي قعدوا حلمك تعرف الخروط فهمتني دابا كملوا قالوا جات تعارض كملوا كي مشاو الغادي وقع لهم فقط بالرغم على اللي فما واحد يهودي ذا يوسف جوزيف عيطولو يوسف بالربي يخدم في الخدمة هذه بنادري هو فهمتي من
وهوك عاد هنا ولا يخدموا فيهم، فما يخدمون بالذكرى زوز أخوة، فما الختوي هذا مركز عبد السلام، وفما اللي يخدمون بالمزود، فما اللي يبداو اليهود متدينين يقول لك المزود لا طريفة على خاطر فيها كالشكوى هذيك يحبوه بالذكرى، وفما اللي بالمزود فهمتني. أهو كلمني وقت هذا على خاطر يلزم الكلام، يلزم شكون يحفر الكلام. مشا كان فما واحد يهودي هنا في تونس، هذا ديد خمابايس، كان بوكسير في تونس ويخدم عنده كريته نتاع الحمى فهمتي، من زازار فهمتي. من كي روح الغادي وقع لهم فقد بعث لذا الختوي، فهمت. قالوا مشى هو هذا عم علي بوقرة، واحد بنادري عم علي بوقرة يقول حافظ الكلام هذا فهمت. كان شيخ طريقة متاع العلوية متاع البيتة متاع سيدي بو علي. مشى وقعدوا 15 يوم وروحوا بدز باهية. بعد بعام عاود بعث له الخطوة يحب يمشي، عمره تقريبا يجي 47 هكا 48، هذا عام 71، وعم علي وقت عمره في السبعينات وضعيف ومريض، من هنا ولاده ما خلاوش يمشي. جالس الخطوي هذا كلم هذا أحمد بادوس، واحد كان مزاودي باهي فهمتي معناها معروف، من ربطنا من شيرة باب جديد، قالوا كلم الهادي يمشي معنا فهمتي، شكون باش يقول في الكلام. حاسيلو كي اقترحوا عليه الاقتراح قلت له باهي، ظل بمدة فهمتي، كلمني باش ناخذ كونجي من الخدمة أنا باش نمشي. مشينا وقتها بارباتو ما خسروش علينا الطيارة. شنو بعد خلينا الترين من مرساي فهمتي. هذا الليلة اللي خلطنا في الليل خدمنا وتلمت اليود وانا مورور وقتها فهمتي. من هذا يا بنتي فلوس كل ضربنا 15-17 يوم. شازو هذا حمد شراه وقتها الكراب الكاتشوفو الدوفين وشنو هي الكرابة الأخرى اللي عمتها يتباعوا ب70 ما عادش يعطيهم كارت جريز غادي، هابط كرهبة خلال 170 كانت الدنيا مسيبة فهمت. ما تخلص ديوانا ما تخلي هاي نمشيه وين نمشيه. والقرآن فما واحد يهودي ذا كلود بيتان، واحد راه عمده ثار كبير برشا، جاني قال لي يا ليدي وقعدوني أنا نعمل لك كوارت وتقعدوني في تونس وخدمة فيها وقتها فهمت. منه قلت له باهي تعال نشوف شو نسلم في خدمتي في تونس، وقعد لواع غادي وانا مانيش مستانس والبرد فهمتي. منه في جانفي وقت عملنا نوال وجردولا وكملنا فهمتي. منه قلت له باهي تعمل. قعدت كل مرة يبعثوا لي وليت أنا نمشي وحدي نهز معايا فهمتي. أنا نمشي نضربك نمشي نهار 20 ديسمبر نضربك 10-12 يوم يحل الصالد عندهم ديما لو 5 لو 6 نقشش فهمتي. من هنا بعد نرجع 15 يوم كونجي فهمتي. من نرجع بعد جرتهم بايع شخت في جرتهم فهمتي. من عدينا فهمتي منها بريودي صح. هذا كتب انا الغربة ما نحبهاش. بلاصة واحدة عجبتني قلت له كان جيت
هذه 2019 مشيت في حفلة في السويد عجبتني، حليت باكو دخان غادي. نهار اللي روحت قعدت 7 أيام، نهار ما فماش وين تتكيف، ما فماش وين، حتى في رستوران ولا في بلاصة ممنوع، في الشارع عيب الشعل سيجار وتكيف. قلت هذا لو كان جيت عمل ناقص 30 سنة التالية بكم نعيش فيها على الشيء اللي فيه الفلوس والدنيا. هذا كامل البقية الكل، ودرتها شليلة ومليلة فهمت منها. وفما زوز بلايص اللي مشيت لهم العباد ويحكيوا عليهم فهمت. عندك أوروبا الكل درتها، كان سويسرا ولا انجلترا ما مشيت لهمش، حتى أمريكا مشيت نيويورك ومشيت فيها ومشيت حتى لواشنطن. زوز بلايص ما مشيت لهمش، سويسرا ولندن. ومن هكا في شارة تركيا ما نعرفهاش ما مشيت لهاش، ومصر ما مشيت لهاش، وقد ما استدعوني. بابا الهيدي، نحب نشكرك على حضورك معايا، بالحق فرحانة برشا اللي انت موجود معايا. عايش هذه يديك انت شي عايشك بارك الله فيك ياخذ خاطرك، وخلي لك كلمة الختام. يا لله ان شاء الله معرفة طيبة يعيشك، وان شاء الله اللي عملناه ان شاء الله يفيدك ان شاء الله، وان شاء الله حنتك في الاقدام وساعدك القدام. مين نجحك ربي يمشحك. يعيشك ربي يفضلك وربي يخليك، وان شاء الله ربي يديمك. عايش مني يعيشك.